السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من ورشة أولاد أبو وحيد. طبعا ده يا جماعة فتيس عزاء. هنوضح لكم حاجة بسيطة كده بس عشان ايه، ده تكملة الفتيس اللي كان مفكوك امبارح وكان اتعمل له القمرة اللي عملناها امبارح. طبعا قبل ما اركب لاحظنا ان العمود ده كان فيه بوش. غيرنا بلية اللي هي بتاع عمود الشجرة 6204 بالسبب. ازيك يا حبيبي؟ غيرنا البلية ديت امبارح عشان طبعا انتوا شايفين البلية عاملة ازاي. طبعا قبل ما نقفل الفتيس لاحظنا في حاجة تانية، فكده هنضطر ان احنا نحل الفتيس. بس ركزوا معايا بس الاول على ترس التاج الاول، وركزوا على المنطقة دي بالذات، ترسين مع بعض. طبعا سمعتوا الصوت، عايزين نركز برضو اكتر ونشوف الترس ده ايه اللي هيحصل. طبعا ملاحظين ان الترس عمال يطلع وينزل لفوق ولتحت. المشوار ده هنحل الاربع مسامير اللي هم دولت، وبعد كده نرجع لكم تاني. طبعا حلينا، وطبعا المفروض الوش الاربع مسمار دولت المفروض يكون فيه جوان، دي محطوط لها سيليكون بس، زائد البلية البلح اللي على الترس للتاج هنغيرها. وطبعا المشوار ادام مفيش جوان كده المشوار هيقل خالص يا جماعة. ايه الحل في الموضوع ده؟ الحل ان احنا هنجيب وردة نحطها هنا قبل البلية اللي هي البلح، وردة مشوار اللي هي وردة مسافة. هي عادة ما بتحتاجش، لما بتيجي جديدة ما بتحتاجش، بس طبعا البلية كانت في حالة لا يرثى لها يعني. طبعا بسبب البتاع ان في خلوص في البلية، وتركيب البلية والترس مش محكومة، فبتعمل عملية رد وايه امامي وخلفي، فبوظت البلية. من ناحية بتعمل عملية بتاع دي عملت عملية احتكاك في المنطقة ديت في ظهر الترس. فاحنا هنحط وردة مسافة، وإن احتاجنا ان احنا نحط جوان هنحط، ما حطيناش جوان هنحط جوان خفيف عشان نظبط مسافة الخلوص بتاعة التروس الداخلية من جوه. تابعونا لنهاية الفيديو وركزوا معانا يا جماعة عشان الكلام ده مهم، خصوصا شغل الفتيس وشغل الصندوق التروس.